السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة الدكتور أحمد عبد اللطيف الطبية، صحتك تهمنا. في النهاردة هنتكلم عن فيديو مهم جدا لكل الناس، اللي هو عن النوبة القلبية الصامتة. يعني كلمة النوبة القلبية لها مرادفات تانية كتيرة، زي الأزمة القلبية، زي انسداد العضلة القلبية، زي احتساء عضلة القلب، زي النوبة الذبحة القلبية أو الجلطة القلبية. يعني ايه كلمة نوبة قلبية، وايه الفرق نفرق بينها وبين السكتة القلبية، ونفرق بينها وبين الذبحة الصدرية، وايه هي النوبة القلبية الكاذبة، وهل ممكن بعض الأمراض النفسية تسبب النوبة القلبية، وهل ممكن تحصل أثناء النوم، ولمن بتحصل ليه أثناء النوم، أو لمين أكتر تحصل أثناء النوم. بعد كده هنتكلم عن النوبة القلبية الصامتة، نسبة حدوثها قد ايه، ايه مدى خطورتها ومضاعفتها او مشاكلها، ايه هي احيانا بتحصل علامات تحذيرية من احتساء عضلة القلب، او ان هيحصل جلطة دماغية ممكن قبل ما تحصل حقيقي بشهر او عدة شهور او بايام او اسابيع. يا ترى ايه العلامات التحذيرية اللي ممكن نتوقعها ونكشف عند الطبيب ويعرفنا بيها؟ بعد كده هنتكلم عن النوبة القلبية الصامتة بالتفصيل، عن أسبابها، عن أنواعها، عن أعراضها، وبعض النوبات ليه بتيجي نوبة القلبية صامتة خالص من غير أي أعراض. كمان ال ال الأكثر عرضة للنوبة قلبية صامتة هم مين؟ الأشخاص اللي هم مين؟ وإزاي بنشخصها، وإزاي الطبيب بيشخصها، ومدتها قد إيه وتستمر قد إيه، إيه اللي بيحصل بعدها، وطرق العلاج بتاعتها والوقاية علشان ما تحصلش لنا مشاكل النوبة القلبية سواء كانت صامتة أو عادية. نرجو في البداية اللي ما عملش اشتراك في القناة يعمل اشتراك، ورجاء تابعونا باللايكات والتعليقات، واكتبوا واضغطوا على زر الجرس وتقطع كل توصلكم كل اشعاراتنا، وحاولوا تشيروا الفيديو لأكتر عدد من حبايبكم واصحابكم. تفاعلكم مع القناة باللايكات والتعليقات والمشاركة بيسر القناة. هندخل في الموضوع على طول. احنا قلنا النوبة القلبية اللي هي بأساميها الكتيرة، فمعنى كده معنى احتساء عضلة القلب أو الذبحة أو النوبة القلبية، معناها إن هي حالة طارئة بتحصل لما الدم اللي رايح لجزء من عضلة القلب بيتقطع بسبب انسداد للشريان اللي بيغذي الجزء ده من عضلة القلب، فبيحصل موت لعضلة القلب، ولهذا الجزء من عضلة القلب بيموت. طبعا لو ما تلحقش في خلال ربع ساعة، وأحيانا أقصى حاجة نص ساعة، وبتحصل ده غالبا بصورة غير متوقعة. طيب، ايه الفرق بين النوبة القلبية والسكتة القلبية؟ فالنوبة القلبية ده بيبقى مرض قلبي حاد مهدد للحياة، وعادة بيبقى بيظل القلب في حالة النوبة القلبية بيظل القلب ينبض وبيعطينا الأعراض بتاعتها. بينما السكتة القلبية إن القلب خلاص سكت، يعني توقف عن النبض. طيب، إيه الفرق بين النوبة القلبية والذبحة الصدرية؟ الذبحة الصدرية ده تعتبر عرض للنوبة القلبية، هما الاتنين شيء واحد، ولكن الذبحة الصدرية بتعتبر العرض اللي هو زي ألم في الصدر مثلا لما تبقى فيه مشكلة في القلب. بينما في الجلطة الصدرية أو كده بتحصل نتيجة تضيق شديد أو انسداد في أوعية القلب الدموية. طيب، هل ممكن الأمراض النفسية بتسبب لنا نوبة قلبية؟ ممكن، لأن في بعض الحاجات الإجهاد والقلق الشديد والاكتئاب ممكن يحصل الارتفاع في ضغط الدم، ممكن تعمل تلف للشرايين وعدم انتظام ضربات القلب، وتهبط الجهاز المناعي، فممكن تعمل أمراض قلبية ومنها النوبة القلبية.
النوبة القلبية هل ممكن تحصل أثناء النوم؟ ممكن تحصل أثناء النوم، خصوصا للناس اللي عندهم اضطرابات وزيادة في ضغط الدم. طيب، إيه هي النوبة القلبية الكاذبة؟ اللي هي نوبة قلبية بتبقى مصحوبة بضيق نفس، بتعب مستمر، بعرق مستمر، بتسارع ضربات القلب، بخفقان، يعني أعراض بتشبه أعراض النوبة القلبية الحقيقية، ولكن بتكون مصحوبة بإجهاد بدني شديد وإجهاد عقلي شديد استمر لفترة طويلة، وسببت هذا الألم اللي موجود في الصدر والإجهاد اللي موجود. فنكشف عن الطبيب، بيشوف القلب سليم ويعمل فحوصاته، فبيقول يا اما نوبة قلبية كاذبة، يا اما تعب في العضلات، يا اما حاجة تانية. طيب، خطورة النوبة القلبية الصامتة بتبقى خطر، لأنها إيه؟ معناها إن ممكن تحصل إن الشخص ده يتعرض لنوبة قلبية حقيقية قلبية ممكن تكون شديدة وتسبب الوفاة، أو التعرض للنوبة القلبية بيزيد احتمالات حدوث المضاعفات اللي منها فشل القلب. ولذلك لازم الطبيب يشوف لما يكشف على المريض، يشوف عوامل الخطورة بتاعته وعدم أسباب عدم شفائه أو عدم علاجه. النوبة القلبية الصامتة بنسبتها قد إيه؟ تقريبا 50 ل 80% من جميع النوبات القلبية بتبقى نوبة صامتة. طيب، أحيانا بيبقى فيها علامات تحذيرية من الجلطة أو من احتساء عضلة القلب، بتظهر قبل أيام أو أسابيع أو شهور. زي مثلا شخص يجي يسلم على حد، يحس ان المصافحة بتاعته او التسليم بتاعه بالايد ضعيف غير العادي. ادي ممكن تبقى علامة موجودة. او ممكن الشخص يحس ان هو اصبح جهده واصبح يبدو كأنه اكبر من عمره الحقيقي، او ان بتحصل عدم تساوي النبضات القلبية او نبضات القلب في العقد الجيبية في الأذين الأيمن، أو بيحصل ضيقة نفس وهو مش متعود على الحكاية ديت، أو بيحصل عرج متقطع خصوصا للناس اللي بتدخنهم. العرج المتقطع ده بيبقى عبارة عن متلازمة بتحصل على خلفية النشاط البدني اللي هو معتدل، وهو ماشي يلاحظ أثناء المشي ألم شديد في العضلات وتشنج في العضلات، وخصوصا عضلات الربلة بتاعت الساق والفخذ والأرداف، وبتختفي بعد مدة راحة قصيرة. أو ممكن تكون من العلامات اللي هو التعرق الليلي، تكون علامات تدل على أن الشخص ده ممكن يجيله خلال أيام أو أسابيع أو حتى شهور احتساء عضلة القلب أو جلطة دماغية. طيب، النوبة القلبية الصامتة بتحصل بتحصل طبعا بدون أي سبب، وأحيانا ما يبقاش لها أي أعراض خالص، أو أحيانا بتبقى أعراض خفيفة وبتبقى غير ملحوظة، أو أحيانا بتبقى تحصل أعراض شديدة بس ملاش علاقة بالقلب، ويتم تشخيص النوبة القلبية الصامتة ديت لما يجي يستشير طبيب لسبب تاني غير أسباب القلب، يعني ما يدراش إن هو حصل له نوبة قلبية. أسباب النوبة القلبية إن بتحصل ديت اللي هي الصامتة ديت أو النوبة القلبية عموما، إن اللويحة أو لوحة الشرايين، اللوحة بتاع الشرايين بأحد الشرايين اللي بتغذي عضلة القلب، الشرايين التاجية، بتتمزق، بتطلع جلطة صغيرة، جلطة دموية في الشريان، بتسبب انسداد حاد في هذا الشريان. إذا الجزء بتاع عضلة القلب اللي بيغذيه هذا الشريان المسدود ما يوصلش له الدم ولا الأكسجين، فبيؤدي إلى ألم في الصدر، أو بيؤدي إلى أعراض أخرى مقلقة، وممكن تموت عضلة القلب إذا ما حصلش إن احنا خففنا الانسداد ده في خلال نص ساعة، ربع نص ساعة أو ساعات قليلة، بيموت جزء من عضلة القلب،
وده اللي بيسبب النوبة القلبية. طيب فيه أعراض للنوبة القلبية. ممكن فيه 9 أعراض صامتة أو أعراض خفيفة للنوبة القلبية الخفيفة ديت، أو النوبة القلبية الصامتة، وما بتسببش ألم ملحوظ. إيه هي ال9 أعراض ديت؟ أول حاجة شعور عام إن في حاجة خطأ، حاجة مش طبيعية. يعني مثلا شخص يحس إن هو أقل نشاطا عقليا، ويشعر ان تاني حاجه يشعر ان حد زي حد بيحضنه جامد، يعني تقل على الصدر او ضغط على الصدر، او بيتعرض لضغط شديد، او يحس بالتعب اكتر، خصوصا للسيدات مش قادره تعمل الشغل العادي بتاعها، وممكن يستمر لعده ايام ملوش سبب نتيجه نقص تدفق الدم للقلب، فبتعاني من الم في العضلات. ممكن كمان يبقى على شكل ألم في الظهر أو الدراعين أو الصدر، وممكن أحيانا بدون تقل في الصدر، يقول لنفسه كأنه عضلة مشدودة، أو نتيجة نوم كاذب، أو أي شيء. يعني الألم ده، أو يكون ألم لشخص أثناء التدريب فقط والتمارين، أو يحس بضيقة النفس وهو طالع السلم لأول مرة فجأة، أو يحس بالأرق أو الاستيقاظ، يقوم من النوم على ضيقة نفس، بيلهث، بيدور على أكسجين، أو يدور على هواء يشمه، أو على شكل حموضة معوية أو حرقة أو تجشؤ، بدون ما ياكل وجبة تقيلة، أو ما كانش بيجيله قبل كده، أو اضطرابات المعدة والغثيان والقيء واضطرابات الجهاز الهضمي خصوصا للنساء. فالأعراض اللي ممكن تشير إلى النوبة القلبية الهادئة اللي هي خفيفة، لما يجي يكشف الطبيب ويلاحظ إن عدد ضربات القلب بتكون سريعة أو غير منتظمة، أو أصوات غير عادية جاية من رئتين وما تستمرش، أو ممكن تستمر من عدة دقائق إلى عدة ساعات. طيب كمان من ضمن الأعراض اللي هو الألم اللي بيجي في أماكن مختلفة، ممكن يأثر على الرقبة والكتفين والظهر بدل الصدر، إلى جانب ممكن تعرق زايد وشعور بالضعف أو الدوار أو الغماء أو الغثيان أو كده. طيب ليه بعض النوبات بتبقى صامتة بدون أعراض؟ ممكن هي طبعا الأعراض دي ممكن تظهر في أي وقت وأي مكان، أثناء اللعب، أثناء المشي، أثناء الجري، أثناء الراحة، أثناء الحركة، يعني في أي وقت. فليه بتبقى بعض النوبات صامتة؟ لأن فيه ناس عندهم قدرة على تحمل الألم الشديد، أو ما بيلاحظوش الأعراض، وصعب إنهم صعب على ناس تانية إنها تتجاهلها. تاني حاجة ممكن لأن الشخص ده بيكون عنده بعض أمراض مزمنة زي السكري أو أمراض الكلى المزمنة، اللي بتأثر على الأعصاب اللي بتحمل نبضات الألم، فبتعمل ضعف في التروية أو تعمل نوبة قلبية، أو نتيجة نقص تروية الدم، فبتعطي أعراض غير نمطية خصوصا للسيدات. فبدل ما بتيجي مشاكل أو أعراض زي الذبحة الصدرية، بتحس بضيق نفس مع أعراض تانية زي الألم في الفم المعدة، أو الضيق غمام النفس والقيء والكلام ده كله، أو نتيجة أن بعض الأشخاص بيتجاهلوا علامات بتاعة النوبة القلبية لما تكون غير شديدة أو غير مأساوية، ويربطها أنه دي نزلة برد أو حرقة المعدة. أو كبار السن أكتر من 70 سنة ما بيحسوش بيها أكتر، والرجالة أكتر من السيدات. طيب ازاي بنشخصها؟ طبعا ما بتنتجش اعراض، فلازم بنروح للطبيب. التشخيص ما بيحصلش الا لما بيحصل الضرر، لكن الطبيب بيلاحظ نبضات القلب زي ما قلنا، لما بيحفظ بيعمل رسم قلب، بيعمل تخطيط لكهربة القلب، بيعمل تأكيد للتشخيص بمخطط صدى القلب، فبيصور جزء من عضلة القلب الضعيفة. كمان بيعمل التشخيص الثاني زي اختبار الجهاز النووي، وممكن يعمل الMRI او رنين مغناطيسي، او ممكن يعمل اشعه مقطعيه على القلب، فبتظهر ان جزء من عضله القلب ما بيوصلهاش اي امداد دموي.
بتستمر النوبة القلبية الصامتة قد إيه؟ ممكن تستمر ساعات، غالبا بتكون مصحوبة بأعراض خفيفة تيجي وتروح. فبيلاحظ ألم الصدر وكده، يحس بشعور بعدم الراحة أو الضغط حول مركز الصدر، أو أحيانا مفيش أي ألم، أو أحيانا لو وبعدين بالنسبة للوجع، الوجع ده لو استمر عدة أيام أو أسابيع بشكل مستمر، ألم في الصدر، ده غير مرجح أن يكون نوبة قلبية. العلاج طبعا ما بيعتمدش على الأعراض. ممكن بنقيس كفاءة القلب، وبنشوف العلاج الطبيب بيشوفها. فأي شخص هدف العلاج لما بيعاني نوبة قلبية إنه يمنع مزيد من نقص التروية بتاعة عضلات القلب بالأدوية، أو بيعطيله أدوية عشان تعيد تكوين الأوعية، أو يستخدم المنظار ويستخدم الدعامات، أو يستخدم جراحة بتاع المجازة اللي هو يتعدى المكان المسدود ويسلك الشريان اللي بيغذي عضلة القلب. فمع العلاجات بتاعة ما بعد النوبة القلبية ممكن يحتاج علاجات على حسب إضافية، يعني على حسب نتائج اختبارات الإجهاد. وبينبه الشخص ان في المستقبل كل ما شعر بألم خفيف في الكتف او ضيقة نفس او تعب مفاجئ او يعاني من نوبة قلبية، على طول يكشف، يروح للطبيب ويتبع تعليماته بالنسبة له. اللي بيحصل بعد النوبة القلبية الصامتة، فطبعا بيبقى بيقل تدفق الدم لعضلة القلب، فبيحصل ندبات لو ما تعالجتش. الشخص المصاب بيزيد الضرر بتاعه، وممكن إهماله يزود الخطورة بتاعت الحالة بتاعته، وبعض الحالات تؤدي إلى القصور القلب أو الموت المفاجئ. من هم الناس الأكثر عرضة للنوبة القلبية الصامتة؟ اللي هم جالهم نوبة قلبية سابقة قبل كده، أو عندهم تاريخ مرضي جالهم ذبحة صدرية، أو بيعانوا من أعراض السكري شديدة، أو عملوا جراحة مجازة لشريان تاجي، أو الناس اللي هم كبار في السن أكثر من 70 سنة. والرجال أكثر عرضة للسيدات، بينما السيدات أكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة بتاع النوبة القلبية. نيجي بقى للوقاية آخر حاجة. طبعا ممارسات يومية لو بتقلل من فرص الإصابة بالنوبة القلبية، إن يبقى في غذاء صحي متوازن، ويقلل فرصة تصلب الشرايين اللي هي سبب النوبة القلبية، يبعد عن التدخين، يبعد عن شرب الكحوليات، يتحكم في ضغط الدم ويعالجه، ويقلل وزنه إذا كان وزن زايد، ويمارس رياضة. كل دي حاجات بتعمل تمنع حدوث النوبة القلبية سواء صامتة أو عادية. نرجو في النهاية يكون استفدتم من الفيديو بتاعنا. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك جميل، شيروه لأكتر عدد من حبايبكم وأصحابكم وجروباتكم، وتضغطوا على زر الجرس وتضغطوا على الكل توصلكم كل إشعاراتنا. اللي ما اشتركش في القناة رجاء يعمل اشتراك. تفاعلكم الحي مع القناة باللايكات والتعليقات واللي بيحيي القناة. اكتبوا في التعليقات المواضيع اللي عاوزين تناقشوها وأي استفسارات عاوزينها، ونتمنى الصحة والعافية للجميع، والسلام عليكم.